ازيك يا ديفيد؟ عامل ايه؟ هلو. ويلكم بعد غياب طويل شوية. ايوه، لونج تايم نو سي بجد. بس اه ال ال احنا يعني المستر بي بنتقابل اتش في دي الحقيقة بتاعنا. يعني، لكن مش في ايوه، مش في البودكاست. البودكاست. وكمان يا جماعة we have exciting news. ديفيد كان مشغول و he published his paper. يا دكتور نهار أبيض، ديفيد ألف ألف شكر. ف ألف that's شكر. a great الحمد honor لله. to have ألف ألف شكر. to يا have him خبر أبيض، in ألف our شكر. podcast. ميرسي ميرسي. مبروك يا. هنتكلم عن إيه النهاردة؟ النهاردة يا سيدي هنتكلم عن اللونلينس أو الوحدة. مم. و خطر ده. يعني دي كانت اكشلي من الحاجات اللي الناس طلبتها لما سألت على انستجرام حابين التوبكس الجاية تكون عن ايه. و... وانا شايفة انها توبيك مهمة قوي. مم. لانه انا حاسة أنتي فكرك في ناس كتير حاسة بالوحدة حوالينا انا ده اللي كنت لسه هقوله لك. يعني حاسة ان الوحدة هي فيز لازم يعني كل شخص يعدي بيها بمراحل مختلفة من حياته. يعني انا حاسة ان مم. at some point وانا مثلا teenager عديت بوحدة، وانا في الجامعة عديت بفترة وحدة، وانا حتى دلوقتي as an adult أوكي. حسيت بشعور الوحدة. فعايزين كده unpack الموضوع. طب هو اصلا ايه الوحده؟ يعني انا مثلا ممكن اقول لك رايي. ايوه. أم انا شايف ان الوحده هي ممكن تبقى الفرق بين الواقع بتاعنا في علاقاتنا والتوقعات بتاعتنا. واكشلي هي اصلا دي نظريه سنه 1981 في عالم اسمه بيرلمان طلع بالنظريه اسمها The Cognitive Discrepancy Model of Loneliness، او النموذج الإدراك المغلوط عن الوحدة. يعني فهي الفكرة ببساطة إن الوحدة هي جاب بين العلاقات الاجتماعية اللي احنا بنرغب فيها أو اللي احنا متوقعين إن احنا المفروض تكون موجودة عندنا، مم. والعلاقات الاجتماعية اللي هي actually موجودة عندنا. يعني مثلا، ويمكن ده يفسر ليه اتنين ممكن يكون حياتهم الاجتماعية هي نفس الحياة الاجتماعية، بس واحد يبقى شاعر بالوحدة قوي والتاني يكون مبسوط جدا ومش شاعر بان هو وحيد. فممكن نقول ان الوحدة هي البرسبشن، او ان احنا يعني بن ايه، يعني ايه perception بالعربي؟ يعني منظورنا عن الحاجة او كأننا الحاجة بالظبط يعني بالنسبة. يعني احنا بنشوف السوشيال ايزوليشن، تمام، او التباعد الاجتماعي مش بتاع كوفيد. احنا دلوقتي بنتكلم على التباعد الاجتماعي، ان احنا علاقاتنا الاجتماعيه مش اقوى حاجه. احنا بنشوفه، او احنا ممكن نشوفه كوحده، كان احنا وحيدين، وممكن نشوفه زي ما انت قلتي كجزء من الفتره دي في حياتنا، او اوكي يعني الحياه مش فن قوي، او يعني الدنيا مش انا ما عنديش صحاب بخرج معاهم كل يوم ولا بتاع، بس اهو الدنيا ماشيه. او تاني ممكن اشوفه لا ده انا، ده ايه الوحده ديت، ده انا هكتئب علشان مش عارف ايه. وده الفرق بين، زي ما قلت، الواقع وبين التخيلات، اللي هو طب ما صح. الناس كلها على السوشيال ميديا بتخرج مع بعضها وكلهم وعندهم شلل صحاب وخروج. يا. بالظبط. في فهو حاجة. ده بيتحول الاكسبكتيشن، او الحاجه اللي انت بترغبي فيها وبتطمحي ليها في علاقاتك اللي هي مش موجوده، فبتخلق شعور الوحده دوت. انا دي وجهه نظري انها حاجه يا نسبيه. بالظبط، هو ده كمان. يعني انا حاسه ان الوحده من الحاجات اللي هي ليها كذا فاسد، او ليها كذا وجه يعني. وزي ما انت ما قلت يا ديفيد that could be one thing. و وحاجه تانية بقى انا كنت بفكر فيها، وهو مفهومنا اصلا عن ال... العلاقات الإنسانية، وإمتى احنا بنحس إن احنا وحيدين، وإمتى احنا بنختار إن احنا اكشلي نبقى عايزين نبقى لوحدنا. لأن امم الوحدة بتبقى حاجة وحشة. وحاسة يعني الناس كتير بتتكلم عن الفرق ما بين
being alone و being lonely. بالظبط. و... وانا حاسه يعني انت شايف ان هو مش نفس الحاجه؟ اه لا طبعا مش نفس الحاجه. يعني انا حاسه being lonely قد تكون state of mind زي ما انت ما قلت، هو يعني perception. بالظبط. حتى لو انت حواليك ناس بس انت مثلا مش حاسس ان انت بتبلونج للناس دي، امم. مش حاسس ان انت في sense of community، امم. مش حاسس الاحاسيس دي كلها. وممكن يكون physically في فعلا حوالينك ناس وفي حياتك ناس، بس انت you still feeling lonely. انما طيب مثلا ثانيه واحده، انا دلوقتي عايز مثلا اسالك سؤال. هل let's say احنا القصه بتاعتنا ان احنا سافرنا ندرس بره وكنا في وقت Yeah. كبير لوحدنا وكده، هل انت شايفه ان ممكن شخص يسافر بلد ما يعرفهاش اول ما يروحها وهو ما يعرفش حد هناك، اتليست في اول شهر ولا حاجه لسه ما لحقش يعمل صحاب، وما يكونش عنده شعور بالوحده؟ ولا لا، هو الحاله دي لازم يجي معاها شعور بالوحده ايا كان ايه هي الظروف الخارجيه، او الشخص ده مسافر يشتغل ولا يدرس، لا هو مسافر مكان جديد وعايش لوحده فكده كده هيشعر Yeah. بالوحده؟ هو بص، يعني انا حاسه الاتنين بصراحه، لانه انت مثلا الغربة في حد ذاتها ده يعني من اكبر عوامل الوحدة اوريدي، لان انت بتبقى رايح مكان انت مش عارف فيه حد، ناس مش شبهك، ف you're starting from scratch، كأنك بتتولد في بيئة جديدة، انت بتحاول تتعرف على كل حاجة. فانت امم. الوحدة هتكون internal و external، لانه يعني امم. انت بعيد عن كل الناس اللي انت يعني they were امم. your comfort اوكي. zone. فانت physically وحيد لغاية ما تتعرف على ناس تانية و put yourself out there. وفي نفس امم. الوقت بقى internally، لأن أنت حاسس إن أنت stranger، أنت جاي مكان جديد في بيئة امم. مختلفة، ما تعرفش فيها حد، مش واخد فيها على حاجة. فكل ده برضو هي put you in the mind، يعني state of mind إن أنت you're feeling lonely. ودي اوكي. من أكبر الحاجات اللي أي حد مغترب طب انت بيعاني شايفه منها. طب انت شايفه انه تاني، يعني هل ممكن حد مثلا زي شخص انتروفيرت، شخص انطوائي، Yeah. الشخص ده سافر وعمل نفس الحاجه ديت، بس هو عشان شخص انطوائي هو اصلا مش متعود او مش فارق معاه قوي يكون حواليه دايره اجتماعيه كبيره، Yeah. هل الشخص ده هيكون عنده مناعه شويه من فكره الشعور بالوحده او ممكن الدنيا تمشي، ولا هو حتى من غير ما ياخد باله surprisingly جسمه وعقله هيتاثروا؟ اه، ده فعلا اللي بيحصل. لانه تاني، رغم ان في اشخاص introverts وانطوائيين، هم بيستمدوا شعور الامان بتاعهم والالفه بالناس اللي حواليهم، اللي هم قد يكونوا امم. اهلهم اللي عايشين معاهم في البيت، او اصدقائهم القريبين ليهم، حتى لو هم مش اجتماعيين as in اللي هو they اوكي. know a lot of people او كده، بس still عندهم مثلا صاحب ولا اتنين واهلهم اللي عايشين في البيت، ده enough community for them. امم. فطبعا اول برضو ما هيسافروا هيفضل بقى شعور الوحدة يعني داخليا من جواهم، بس في نفس الوقت بقى بالعكس اللي هيكون ضدهم هو ان being introvert امم. هيصعب عليهم هيصعب شوية ان الموضوع. هم بالظبط. يput themselves out there عشان يتعرفوا على بالظبط. ناس ويعملوا بالظبط. صحاب او كده، لان هم دايما هيبقى عندهم حتة الاتاتشمنت للكوميونتي الصغيرة بتاعتهم اللي هي موجودة. وانا يمكن من يعني قصتي او من خبرتي شويه في الموضوع دوت، انا اول لما جيت الجامعه كانت حاجه طبعا نقله صعبه جدا، فانا كنت دايما في توتر، في قلق، انا مش عارف ايه اللي هيحصل، طب انا اعمل ايه في الجامعه، طب هل انا خدت القرار الصح ولا غلط، وسبت اصحابي واهلي، وكل المشاكل ديت كانت مخليه دماغي ما فيهاش مساحه ان انا ابذل مجهود في ان انا ابني علاقات. واحنا هنا بالذات لما انت تكوني في مكان غريب انت محتاجه تبذلي مجهود عشان تبني علاقات. هنتكلم يعني بعد شويه عن النقطه دي، بس اللي انا عايز اقوله انه كان الموضوع بالنسبه لي مش سهل خالص ان انا ابوت ماي سيلف اوت ذير كده، واروح لشخص اقول له هاي انا ديفيد اسمك ايه، ما تيجي نذاكر مع بعض. يعني انا في العادي وانا تمام، وانا حالتي النفسيه والمزاجيه والصحيه كويسه، انا هعرف اعمل كده. بس وانا في اول سنه في الجامعه دي بالذات في اول ترم، انا ما كانش عندي المساحه الذهنيه ولا القدره ان انا اعمل كده معظم الوقت.
مم. فبالتالي هو بيبقى لوب. انا قاعد لوحدي عشان انا مش عارف اتعامل مع الناس بشكل قريب، فبالتالي انا بحس بالوحده، فبتضايق، فبتضغط، فبقعد لوحدي، وهكذا يعني. ايوه. يعني انا ده بصراحه مثال من حياتي. ويمكن بعد كده اتوقع انه اتوقع ان انا اتعلمت شويه ان انا ما اكونش محتاج ناس كتير حواليا علشان ما احسش بالوحده. يعني ايه؟ يعني مثلا Yeah. ممكن قبل كده انا كنت متعود ان انا دايما مع اصحابي، وكنت في مدرسه داخلي معايا اصحابي الانتيم في الاوضه، فكانت الدنيا ماشيه كده. فكان بالنسبه لي ان انا ابقى عايش في مكان ما اعرفش في حد اصلا، ده الاذر اكستريم، اللي هو ايه ده ازاي. بالظبط. لكن يمكن دلوقتي بقيت بعرف شويه اقعد لوحدي، وبقى ما عنديش نفس المشكله الكبيره قوي. فيمكن بنيت مناعه شويه ناحيه الشعور بالوحده، اعتقد. أم... انت، هل انت عديتي بحاجه مشابهه؟ يس، انا كنت برضو حابة ادي اكزامبل، لانه مثلا انا شخص معروف انه very extroverted وسوشيال طب. بلاي وكده. بس زي ما قلت في الاول، انا مريت بشعور الوحدة ده في فترات مختلفة من حياتي. مثلا فترة الثانوية العامة، خلال السنة نفسها، وحتى بعد ما سقطت في السنة والكلام امم. ده كله. انا كنت حاسه بوحده غير طبيعيه، لان انا مثلا صحابي كانوا علمي علوم، امم. انا كنت علمي رياضه، فكان دروسنا مش في نفس الوقت. امم. ما كناش بنشوف بعض كتير، كله بقى لوكد ان وبيذاكر ومش عارفه ايه وثانويه عامه. فده كان بالنسبه لي حاجه صعبه جدا، لان انا لغايه تانية ثانوي مثلا كنت على طول كل يوم في المدرسه بشوفهم وبتاع. فده برضو كان من احد العوامل اللي ادت لاكتئاب بعد. امم. دي مثلا كانت حاجة. بعد كده برضو مع حوار السقوط وكده، وصحابي كلهم راحوا الجامعة وانا بقى فضلت لسه بعيد السنة. that was also another nightmare of loneliness بالنسبة لي. وهكذا بقى، حتى لما جيت سافرت برضو وكانت كل حاجة جديدة بالنسبة لي ومش عارفة ايه، في اوقات كنت يس. بحس فيها بالوحدة، وان انا مش شبه الناس اللي حواليا معايا في الجامعة مش عارفة ايه. فزي ما بقولك، انا كان حواليا ناس في كل فترة من الفترات دي، بس ستيل شعور الوحدة كان بيمتلك. امم. اكشلي انا اعتقد ده ممكن يودينا لنقطه كده اسمها السوشيال نيدز ثيوري، او نظريه الاحتياجات الاجتماعيه. وهي بتتكلم على انه في نوعين من الوحده. يا ممكن تبقى وحده ايموشنال او سوشيال، ممكن تبقى وحده عاطفيه او وحده اجتماعيه. يعني مثلا انت كنت هنا بتتكلمي ان احيانا بيبقى انت اجتماعيا انت في ناس حواليكي، بس ممكن ما تكونيش حاسه بالانتماء ناحيه الناس دي، تبقى بالظبط. علاقات سطحيه. يا فبالتالي انت تبقي ستيل حاسه بالوحده، صح. او انت تبقي أم في ناس حواليكي وانت حاسه بالانتماء ناحيتهم وكل حاجه، بس ما عندكيش مثلا ترابط قوي باهلك او بشريك حياه او باخواتك. فهنا يجي الجزء الايموشن. صح. فالنظريه دي بتتكلم اني، او يمكن انا وجهة نظر، يعني هي لما هي فكره النظريه ان في نوعين من الوحده، ممكن تبقى ايموشنال ممكن تبقى سوشيال. انا الصراحه وجهة نظري ان احنا محتاجين العاملين دولت علشان ما يكونش في وحده. يعني لو مثلا انا عندي اتاتشمنت قوي مع اهلي او مع صحابي القريبين قوي، بحكي لهم كل حاجه واحنا قريبين جدا، بس انا ما عنديش دايره اجتماعيه بخرج معاها، انا هشعر بالوحده. لو انا صح. عندي دايره اجتماعيه بخرج معاها وبنعمل اكتيفيتيز تحفه مع بعض وكل ويك اند وبعد الشغل مش عارف ايه، بس انا مش قريب لناس بشكل يخليني يبقوا هم يعني السيف اريا في حياتي بالنسبه لي، اعتقد ساعتها برضو هشعر بالوحده. فعشان مم. كده انا شايف اني مهم قوي النقطتين دولت. انت طب رايك ايه؟ انا I agree يا ديفيد، زي ما انت ما قلت. و يعني حاجة كمان كنت حابة اتكلم فيها. هو احنا ذكرناها briefly في الاول، فكرة ان انت to put yourself out there. لان للأسف في ناس كتير بتفضل امم. يعني جوه دماغها بتحس ان هي عارف
ان انت بتحس ان انت في سجن، عارف اللي هو في يس. صورة كده كانت على السوشيال ميديا، واحد اللي هو دماغه مقفولة بقفل، وحاسس ان الدنيا كلها من بره مقفولة بنفس الطريقة، بس it's only in his امم. mind عشان هو خايف ايوه. you put himself out there. يس. وللأسف احنا علشان انت تحس، يعني فكرة ان انت كبرت مثلا في عيلة وحوالين صحابك وكده، دي كانت حاجات نوعا ما احنا خدناها for granted، يعني it's not امم. الفريندشيبس والعلاقات دي احنا ما حطيناش effort قوي ان احنا نلاقيها. يس. للأسف من أول ما بالظبط. بنكبر نبقى الموضوع محتاجين. بيختلف، لأن احنا مش يس. بنكبر ناتشرالي نلاقي مثلا ناس قريبين لينا قاعدين امم. جنبينا في الديسك ولا مش عارفة ايه زي المدرسة، لا حتى بنروح الجامعة المجتمع بيبقى أكبر بكتير، بنلاقي ناس كتير زي ما فبنحاول انا اتكلمت يعني الناس في اللي اول ترم في الجامعه، شبهنا. انا كنت محتاج ابذل مجهود علشان اتعامل مع الناس وعشان بالظبط. اعمل صحاب. وكمان بقى even ف- worse اول ما بتتخرج، لا انت بقى عندك العالم كله، يعني حتى مش الجامعة طبعا. بس اختار ايوه. منها ناس. ايوه. ف it takes actually a lot of work و a lot of effort منك ان انت بقى تحاول to approach السيركلز او الدوائر اللي شبهك، امم. ومثلا يكون بقى في common interest، سواء بقى هتلعبوا رياضة امم. معينة سوا او بتذاكروا حاجة معينة سوا مش عارفة ايه، بس على اوكي. الاقل يكون كده. وعادي ممكن يكون اصلا ليك كذا جروب مختلف بانترستس مختلفة، بس انت امم. اللي هتحتاج ان انت تحط الافورت ان انت تلاقي يعني your people في الاول وفي الاخر فاهمك. برضو يس 100%. trial and error process. اها. ممكن تقع في ناس الاول ما يكونوش احسن حاجة مش يس. عارفة ايه فتضطر. تتعلمي. اه بالظبط. وتسيبهم لغاية ما تعرف فعلا ايه الناس اللي انت عايزها تكون اها. حواليك، وتساعدك على الحياة، لان في الاول في الاخر احنا ما جيناش الدنيا لوحدنا، يس. فمش اها. هنعرف ان احنا نعيش لوحدنا مهما كان. واحنا كائنات اجتماعيه بطبعنا، حتى لو احنا مش مدركين ان احنا محتاجين ناس حوالينا واحنا شايفين ان احنا عايشين تمام، yeah. فاحنا اولا ناقصنا كتير قوي. ممكن احنا نكون مش عارفين ان ده ناقصنا. وهنا هنتكلم، وهنا تاني بنرجع لحته الاكسبكتيشنز والرياليتي. احنا ممكن نكون راضيين ومش حاسين بالوحده القاتله عشان احنا ما فيش عندنا تخيل تاني للحياه. يعني احنا فاكرين ان هي دي الحياه، زي مثلا المجتمعات الغربيه. اه هو الناس فاكره ان هي اصلا دي الحياه، ان انا بعد 18 سنه اسيب البيت واروح الشغل، يبقى عندي علاقات سطحيه وتبقى الدنيا ماشيه. بس احنا علشان احنا عشنا في مجتمعاتنا حياه مختلفه تماما، فبقى بالنسبه لنا هو ده المثال، هو ده صح. النموذج. yeah. أم فعشان كده انا شايف انه في ناس ممكن تقدر تبقى عايشه بالشعور بتاع الوحده الدفين، ما يكونش مضايقها بشكل خارجي، تحس انها ممكن يكون كويسه، مؤثرة عليها. بس ممكن يكون مأثر عليها بشكل هم مش واخدين بالهم منه. بالظبط يا أم طب هو أصلا إيه التأثيرات الوحشة للوحدة؟ ممكن أول حاجة هي حاجات علمية وساينتفك في النيورو ساينس. الشعور بالوحدة أولا هو في ريسيرش أثبت إن الناس عرضة أكتر إن هم يجي لهم مثلا مرض زي الزهايمرز لو هم فعلا عندهم شعور بالوحدة مزمن أو لفترة طويلة. في نفس الوقت الناس عرضة أكتر إن هم يبقى عندهم heart attacks لو هم فعلا عايشين في حالة الوحدة دي. وده. بلس امم. آخر نقطة بس ايوه. في الحتة دي، إني أنا دايما عندي نظرية كده. في قصص مرعبة بنسمعها كتير قوي عن ناس بتنتحر، ناس بتنهي حياتها. أنا دايما وجهة نظري يبقى عندي نظرية كده، إن أي حد بيقبل على الانتحار هو بينه وبين إن هو يرجع في كلامه كلمة من شخص. صح. يعني يعني احنا ممكن مثلا في الافلام اللي هو حد هيرمي نفسه فيجي حد يحضنه ومش عارف ايه. انا شايف ان ده فعلا يعني في معظم الحالات هو بيبقى كلمة من شخص او هو شعور محتاج حاجة بس بالحميمية. تثبت له ان هو يعني بالظبط. يستاهل ما يعملش كده حاجة هو هيكون متعلق في قشاية. ايوه. يعني اللي هو شعلة حب صغيرة قوي من أي حد، بالذات لو حد هو بيعزه، هي يا ممكن تغير كل حاجة. صح. وكمان يا ديفيد يعني حتى على مش بس على الجزء الصحي والنفسي زي ما انت ما قلت، حتى on day to day يعني
يعني people keep us motivated ان احنا نعمل حاجات يس. في في يومنا، اللي هو مثلا لا انا معظم الايام بحس ان انا ما عنديش اي موتيفيشن ان انا اروح الجيم، بس عشان عارفه ان انا اروح مثلا اتمرن مع حد من ايوه صحابي و... بيشجعك. ايوه امم. بيشجعني وكده. لا يس. بحس فعلا ان انا موتيفيتد، فده 100%. بيخليني عندي لايف ستايل صحي احسن، مش عارفه ايه. امم. حاجات كتير برضو لو انت معاك حد في الشغل او حد في الجامعه بتعزه، ده بيميك كل حاجه اسهل، لان الشغل والجامعه مش ألذ حاجه، وبتكون اساسا قرفان ونازل امم. ومتوتر وانا ورايا كذا ومش عارفه ايه. فتخيل كمان ان انت المكان اللي انت رايحه ده مفيش حد بتعزه مثلا، او حد يس. تقضي معاه وقت تتكلم معاه، حاجة بسيطة تهونوا على بعض اليوم، ده برضو بيفرق كتير قوي. يس. ف 100%. 100%. ويمكن لو احنا عشان ممكن يبقى الوقت بيجري بينا، لو انا حابب اختم بفكرتين صغيرين. هي اول حاجه، احنا قلنا ان حل مهم جدا للوحده اللي من الناحيه السوشيال زي ما احنا صنفناها، ان مهم. احنا نبذل مجهود ان احنا فعلا نحاول نتعرف على الناس بشكل اوثنتيك، بشكل حقيقي، ونعمل صحاب ونكون كويسين ليهم عشان يكونوا كويسين لينا، ونبني فعلا علاقات جادة. يس. أم بس وات اف مثلا الموضوع ده صعب، زي انا قصتي في اول سنه في الجامعه، انا ما كنتش عارف اعمل كده، انا في مكان جديد وانا ما كنتش عارف اعمل كده. Yeah. وجهه نظري، وبرضه وجهه نظر شويه من العلماء العلم النفس، فكره ان احنا ندرك ونتصالح مع فكره انه محدش هيقدر يحس بشكل كامل اللي احنا حاسينه. مم. ودي مش شرط تبقى حاجه مؤلمه، هي حاجه جميله ان احنا متفردين ومنفردين في كينونتنا وفي خصوصيه شخصيتنا. ف... 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 فدي حاجه ان احنا ندرك الموضوع ده ونتصالح معاه، نتصالح مع ان احنا وخبراتنا الداخليه هي مقتصره علينا احنا. يعني مش لازم طول الوقت يبقى في حد بيشاركنا كل حاجه في حياتنا. اه طبعا تبقى حاجه جميله، عشان كده في حاجه اسمها شريك حياه وفي حاجه اسمها جواز وكل الكلام الجميل ده، بس في وقت معين بالذات واحنا لسه يعني صغيرين هو ده ممكن مش شرط يكون متوفر. فده هيرجعنا للنقطه بتاعت الجاب بين توقعاتنا وبين الحقيقه. احنا ممكن نكون متوقعين ان لا، هي الحياه ما تتعش الا لما يبقى عندي اصحابي كل يوم بالليل على القهوه نتفرج على ماتشات، او الحياه ما تتعش الا لما يبقى مرتبط وافضل بالليل سهران بال4 ساعات اتكلم مع الشخص اللي انا بحبه. لا، هو لو احنا ظبطنا توقعاتنا وخليناها منطقيه مع حياتنا هنعرف ندرك اهميه ان احنا نتعرف على الناس ويبقى عندنا علاقات صحيه تدينا ال يعني تبقى هي الدواء بتاع مشكله الوحده ديت. مم. ولكن في نفس الوقت هنعرف نتصالح مع وضعنا الحالي، هنعرف نحب نقعد مع نفسنا، وهنعرف ان احنا نبقى نفسنا بجد بشكل حقيقي، عشان نعرف بعد كده نطلع نطلع نفسنا الحقيقيه دي للناس لما الناس يجوا حياتنا فنعمل علاقات، فما نحسش بالوحده ونبقى عايشين حياه اجتماعيه صحيه. اتمنى يعني ان انا كنت عرفت اوضح الفكره يعني. Yeah, it's a great conclusion برضو يا ديفيد. ف thank you so much، واستنونا في الحلقة الجاية. استنونا.